فرقه جاهزه لكاس العالم بس مش مشاركه فيه، كانت بتلعب فرقه تانية مش جاهزه لكاس العالم بس مشاركه فيه. ده اللي انا كنت شايفه ما بين مصر وبلجيكا. فريق بلجيكا محبط جدا محبط جدا، بس الناحيه التانية فريق مصر لا، لعب ماتش حلو، ماتش حلو قوي، في حاجات كتير قوي حلوه. وبعدين النهارده انا بقول كده، بقول ان احنا جاهزين، جاهزين. الفريق اللي انا شايفه النهارده قدامي بصراحه جاهز، يعني مع احترامي الشديد. انا هحللك معضلات تانية كتير، بس يعني يا جماعه نفرح. مش مشاركين في كاس العالم، دي حاجه من ريحته يعني، ولعبنا حلو، واللعيبه بتاعتنا لعبت حلو على فكره، والمدرب بتاعنا مدرب كويس على فكره مش وحش، وهقول لك تفاصيل عن الكلام ده كله. بس ما تحبطش نفسك وتقول يا عم اصل هم مكسرين، اصل هم خايفين يتخبطوا، اصل مش عارف ايه. الفرقه دي ما كانتش عايزه تخسر. بص لحد اخر دقيقه هم كانوا بيحاولوا يعملوا ايه، مش عايزين يخسروا. فبالتالي ان انت تكسبهم وهم اساسا من الخمسه المرشحين للفوز بكاس العالم، وكمان ان هم اساسا تصنيفهم الثاني على العالم، فيعني انت عايز ايه تاني عشان تجيب، عايز تلاعب فريق مثلا من كوكب تاني وتكسبه يعني، حتى لو في مباراه وديه؟ طب اعمل لك انا ايه؟ طب انا دلوقتي هقول لك ليه منتخب مصر كان كويس، وهدي لك ريتنجز وهدي لك شويه حاجات حلوه كده يعني. بس انت ادينا اللايك الحلو على الفيديو ده، واشترك على القناه، ويا ريت تعمل له شير يعني، واللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، اشترك عليها. وانا احمد ياسر، وده برنامج جول مشترك، وبنتكلم عن منتخب مصر وبلجيكا، لان بصراحه منتخب مصر النهارده كان منتخب رائع جدا، وفكرنا بالمنتخبات القديمه بتاعتنا، كوره واجوان وكل حاجه، وحل معضله ما كانتش بتتحل قبل كده، وكانت ازمه يعني. خلينا نتكلم بمنطق كده، على اخر تقريبا 10 سنين احنا كنا بنلعب فيهم كوره. لا بلاش يا سيدي، من اول ناحيه كوبر، لما جبنا كوبر قعدنا نقول ان احنا بنلعب بطريقه دفاعيه، ودي مش طريقه منتخب مصر، رغم ان احنا وصلنا لكاس العالم. ولما رحنا كاس العالم ما لعبناش حاجه، قال لك علشان الراجل ده كفتاجي وما بيفهمش حاجه. وانا معترض على الكلام ده، بس ماشي. هتقول لنا مدرب يا جماعه هيكون عنده فكره هجوميه ونحاول ان احنا نعمل بيه حاجه، فرحنا جايبين اهجري ابو نزعه هجوميه بس ما يعرفش اي حاجه عن النزعه الدفاعيه. فبالتالي ان احنا في دور ال 16 في كاس افريقيا خرجنا من جنوب افريقيا، وكانت يعني، والحوار بقى كان مسخره، وقصه عمرو ورده وكانت نيله. فيا جماعه احنا عايزين مدرب بفكر دفاعي بس برضه بيعرف يهاجم. رحنا جايبين كابتن حسام البدري ما عرفش يعمل اي حاجه، رحنا ماشيينه، وبعد ما مشيناه رحنا جايبين مين؟ كيروش، نزعه دفاعيه قويه جدا. لا اخدت البطوله، وصلت نهائي بطوله افريقيا ما خدتش منها حاجه، وبعد كده رحت برضه كاس العالم ما وصلتش اصلا لكاس العالم ايه، والفريق مش هو ده هويه الفريق. فالنهارده احنا بنجيب مدرب مختلف يعني ايه؟ يعني مدرب النهارده عنده نزعه دفاعيه واضحه وموجوده قدامك. ليه؟ لان احنا كنا عندنا مشكله، يقول لك ايه، اصل اللعيبه بتاعتنا دي امكانياتها ما ينفعش ان غير ان هي تدافع، فما ينفعش ان احنا نهاجم. فيا جماعه لا، نقدر نهاجم بس مش هنبقى اقوياء قوي، بس هيبقى في على الاقل هجوم. مش هينفع نفضل طول الوقت قاعدين في منطقه جزائنا. لا ده كان نافع مع كوبر كان بيلعب على صلاح، ودلوقتي ما بقاش ينفع فكره انك تلعب على صلاح لانه طول الوقت ممسوك، فخلاص ما بقتش القصه دي موجوده. لازم نطلع بشكل منظم. النهارده الراجل عمل كده بالظبط، ومش عمل بس كده، لا هو اختار مجموعه الحلول الطبيعيه اللي انت لما تبقى في جانب دفاعي وعايز تتحول للهجوم بارتداد سريع جدا، ازاي انك تقدر تعمل كده. ده اللي انا شفته النهارده في الملعب. وخليني اخش معاك بقى في التفاصيل، ايه اللي حصل في الماتش والتشكيل والريتنجز والكلام ده كله، والراجل ده كان بيفكر يعمل ايه. اولا ان خلينا نبص الاول الخطه بتاعت بلجيكا اللي هي كانت 3-4-3، وكان التركيز فيها في الشوط الاولاني ان تلعب على الجنب اليمين بتاعنا، او بمعنى اصح الجنب الشمال اللي هو فيه كراسكو يروح على الجنب الشمال، يفضل واخد اكرم توفيق غسيل ومكوى يحاول ان هو يعدي منه، ويجي يسانده فيتسل في بعض الاحيان، ويجي يسانده كمان دي بروين اللي هو على الناحيه اليمين ده، يسيب مكانه وينزل يروح مع كراسكو. الكلام ده حصل في الشوط الاولاني، وكانت المحاوله انك تكثف هجومك من على الطرف الشمال ده. طيب احنا عملنا ايه في القصه دي؟ احنا التشكيله بتاعتنا كانت الشناوي بنلعب على اليمين باكرم توفيق، في وسط الدفاع عندك علي جبر وحجازي، والشمال محمد حمدي، الثلاثه اللي في النص عندك طارق حامد والنني، وجنبيه محمود حماده، وقدامهم تريزيجيه وصلاح وينجين ومع مصطفى محمد. فكان مين اللي شايل الليله بتاعت كراسكو ده واللي كان حاطه في جيبه؟ اكرم توفيق. بصراحه امسك الخشب يا ابني، الله اكبر عليك، حطه في جيبه. وهكلمك على اكرم توفيق في الريتنج بالذات. انت بقى الحركه اللي كانت تقلب الدنيا هي حركه نزول دي بروين من مكانه دوت، ويسيب الاثنين المدافعين او يسيب حد من خط الوسط ويروح الناحيه الثانيه. مين اللي كان بيجري وراه؟ طارق حامد. هم اثنين لعيبه في الشوط الاولاني مفيش زيهم ومش هيجي زيهم في الوقت ده. اكرم توفيق وطارق حامد شالوك في الشوط الاولاني بشكل كبير جدا. مع اول 5 دقائق يعني اول 5 دقائق اصلا في الماتش كان في ضحك كتير يعني. كنت تحس ان الفرقه دي نازله مش عارفه هي هتعمل ايه، ولا نازله هتتمركز ولا بتاع، وراحت جايه الكوره اللي خبطت في ايد حجازي، وبعد كده كانت هتتحول لضربه جزاء. وهي المفروض يعني انا كنت شايفها ضربه جزاء، بس يعني الناس بتقول لك اصل الكوره قريبه من المكان اللي هو بيلعب فيه، بس انا شايف حركه الايد حجازي عدت
تمام. بعد الكوره دي ابتدى فريق منتخب مصر يفوق ويقول لك لا احنا مش هينفع يبقى منظرنا كده ولازم نلعب بشكل مختلف، وده اللي حصل فعلا. لعبنا من اول 5 دقائق لحد الدقيقه 45 في الشوط الاولاني بطريقه غير طبيعيه، جميله جدا ومتميزه جدا. عندك بتلعب ب 4-3-3، الاثنين اللي على الدايره محمود حماده ومحمد النني، تحتيهم طارق حامد بيرجع معاه ساعات النني، بتطلع كوره من ورا خالص. عندك اثنين المفروض ان هم بيعرفوا يلعبوا الكوره، سواء حجازي او علي جبر، ولكن علي جبر كان في بعض الاحيان لما بيحس ان هيبقى فيه عليه ضغط فكان بيطفش، فانا كنت مسميه عم طفشان في الماتش في الشوط دوت يعني بصراحه، ويمكن هو اقل واحد واخد ريتنج معانا النهارده. بس في النهايه ان انت كنت بتطلع كوره من عند حجازي، كان الفريق بتاعك بيتحول مرتين، ممكن تلعب ب 4-3-3 زي ما انا بقول، وساعات كنت بتلعب ب 4-4-2 وتلاقي مصطفى محمد وتلاقي صلاح موجودين. القصه كلها كانت بتحصل في حاجتين، لما يبقى الكوره مش معانا كنا بنضغط على الخصم من فوق، في بعض الاحيان بنضغط عن طريق مصطفى محمد وبنضغط عن طريق محمد صلاح، وشويه شويه على استحياء تريزيجيه. طيب لو مش هنضغط ونجيب الكرة من فوق وهنلعب 4-4-2 ونرجع كومباكت، هنستنى الكرة تطلع من طارق حامد تروح لصلاح، وهيتحرك تريزيجيه او مصطفى محمد ناحية الجون عشان يروحوا يجيبوا جون. الطريقتين دولت هم اللي جابوا لك الجونين. الجون الاولاني الضغطه بتاعت مصطفى محمد على دي بروين لما غلط وقطع الكوره، راح مصطفى محمد ما شاء الله عليه ابني كده ملبسه كوبري، وبعد ما لبسه كوبري وقف بكل برود اعصاب وكل سلطنه، قال له كورتوا شايف الزاويه اللي هناك دي؟ عارف الزاويه دي؟ روح عليها عشان انا هحط فيها جون دلوقتي، وراح حطت فيها الكوره جون. بصراحه مصطفى محمد كان بالنسبه لي مفاجاه في طريقه تعامله مع الكوره دي، ببرود مش بتعالي، لا ان انا عارف انا هعمل ايه، هلبسه كوبري، وبعد ما لبسه كوبري هلب وسط يمين سنه وهريح كورتوا، هفرد له ظهره كله وامزقه. فدي اول كوره اصلا جت من طريقه الضغط دي، كان تريزيجيه بيضغط على الشمال او صلاح بيتهيألي، الكوره راجعه لدي بروين، غلط، اتفاجئ لقى مصطفى محمد، قال له الله هو انتوا مش بتلعبوا كومباك يا ابني وبترجعوا ورا؟ انت هنا اخذ الكره مصطفى محمد وعمل ده. فطيب الكره الثانيه في الشوط الثاني هي بالظبط نفس اللي حصلت، الكره مع محمد صلاح، والكره دي كررت 4 أو 5 مرات. وهنا يعني انا بلوم على تريزيجيه، لان الكره ديت جاب منها مره جون، بس كان في فرصه ثانيه كان ممكن يجيبها جون، وفي فرصتين تانيين هو اتبطأ فيهم شويه. فالكره دي النمط اللي انا بقول لك عليه ده اتلعب 5 مرات في المباراه، ان محمد صلاح يلعب الكره اللوب بالطريقه دي لما يكون تريزيجيه رايح مع المدافع بتاعهم فاندرفيلد، علشان ايه؟ هو ابطأ واحد فيهم وياخده ويجري بيه لوحديهم، فجاه يلاقي كورتوا نفسه قدام تريزيجيه، يحاول يترمي يمين يحاول يترمي شمال، تريزيجيه رايح حاله بالشمال جابها جون. المره الثانيه لما شاطها باليمين اتصدت، والمرتين اللي بعد كده برضو ايه طولت منه شويه. يعني الكره دي ممكن كانت تخلص الماتش 3-4 مرتاح. فده معناه ان في مدرب بيفكر دفاعيا ان احنا عندنا امكانياتنا الدفاعيه لازم نلعب بالشكل ده علشان نقدر نحافظ على دفاعنا ونحافظ على الاخطاء، لان من بعد الدقيقه 80 زي ما انت شفت كان في قله تركيز كبيره جدا عند المنتخب. ولكن في نفس الوقت انا في النزعه الهجوميه هاخد تك 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 واروح. والكره الثانيه بعد كده حتى في نزول زيزو، سواء لما كان بيلعب على الطرف اليمين او على الطرف الشمال، هي نفس الفكره، الجناح لازم يسحب الفرقه، يا اما يعمل ثرو يودي واحد على الجون، يا اما يسحب الفرقه ويخش بيها. وده برضو اللي عمله زيزو في كوره راحت كده لصلاح وبرضو حطها، كانت هتمزق برضو كورتوا لو كانت دخلت. فيعني النهارده انت بتتكلم على انت بتعمل كده في دفاعات بتاعت فريق واضح جدا ان هو عنده مشكله كبيره قوي في الدفاع وهيعاني منها. عشان كده انا استبعدت، حتى لو شفت الحلقه بتاعت كاس العالم انا كنت حاطط بلجيكا رقم 5 في الاخر خالص، كان يعني بالنسبه لي مستبعد. دفاعيا عنده مشكله كبيره جدا، ولكن خط الوسط بتاعه انت قدرت تقف قدامه وفي نفس الوقت قدرت تستغل الاخطاء بتاعته. برافو بصراحه فيتوريا النهارده. يعني النمطين دولت ده معناه ان في مدرب بيذاكر وبيحاول يطبق المذاكره اللي هو بيشوفها. انا ما كنتش متخيل فيتوريا هيبقى بالشكل ده، ولكن لا، واضح ان الطقم اللي شغالين معاه طقم كويس. مش بنفخ في المدرب، ولكن بقول دي بذره حلوه نبني عليها. فاتمنى ان الناس تهدى شويه في الكومنتات وبلاش ناكل في بعضينا يا جماعه. منتخب مصر النهارده لاعب حلو قوي وكان يستحق الفوز، بس ده وجهه نظري. اقول لك بقى سريعا الريتنجز بتاعت اللعيبه. نطلع الورقه يا سيدي، الورقه عندك. الشناوي 8، اكرم 8. اكرم الشناوي 8 اولا ان هو كل اللي راح عليه 4 كور، الاربع كور في كورتين منهم سهلين هو تصدى لهم بشكل كويس، وفي كورتين كانوا صعبين جدا بصراحه، كانوا متميزين جدا لمحمد الشناوي. فبصراحه عاش، بس كنت متخيل ان هيبقى فيه فرص اكتر من كده من بلجيكا على مصر، ولكن ده ما حصلش بسبب التكتل الدفاعي المظبوط اللي انت كنت بتقطع بيه الكوره، وبسبب بس اكرم توفيق على كراسكو. اكرم توفيق هديله 8 او 8.5 من 10، رغم ان هو المفروض ياخد 11 من 10، بس عشان هو عدى منه كورتين. الكره الاولانيه اللي عدت منه من كراسكو هي الكره الوحيده اللي عدى كراسكو فيها، لعب الكره بالعرض وراحت اللي هو المهاجم بتاع منتخب بلجيكا وجابها جون. المهاجم ده
الجون اللي دخل فينا في غلطه من خط الوسط او من الدفاع. لما المهاجم بيسقط بعيد قوي كده وتبقى انت سايبه لورا، ده معناه ان في حد من خط الوسط ماسكه، فده معناه ان حجازي ومحمد حمدي الاثنين لازم واحد فيهم يكون كان بيتكلم مع طارق حامد بيقول له انا سلمتك الراجل والمفروض انا اقف ما يجيليش، فطارق حامد هو اللي يضم عليه. واضح ان طارق حامد ما كانش واقف في المكان ده، وحجازي ما سلملوش المدافع، وما كانش فيه اي اتصال ما بينهم في وسط الملعب، فبالتالي الراجل عدى من المساحه اللي ما بين حجازي وما بين محمد حمدي بكل سهوله من غير ما حد يشوفه، وجات الكوره جون. فبصراحه الحته دي يعني الكوره دي هي دي الكوره دي، وكان في كوره تانية برضو بعديها في اخر مره كده بس كان خلاص اكرم خلص يعني، ف 8 ونص تمام. حجازي 7 علشان البينالتي اللي انا كنت قلت لك عليه اللي كان هيتحسب، ولسه الكوره اللي انا قايل لك عليها من شويه. علي جبر 6 لان انا علي جبر كان عنده كذا مره يقدر يلعب الكره الطويله اللي بيلعبها حجازي او الكره الطويله اللي بيلعبها طارق حامد بتميز، وكان من ضمن الحاجات القويه اللي هتكلم عليها برضو، بس ما كانش بيعمل كده، كان بيطفش. دفاعيا كويس بيقطع الكوره، بس برضو انت الكوره دلوقتي بس مش ان انا اقطعها، لا، ما هو انت لازم تسلم الكوره، ففكره التطفيش مش منطقيه بالنسبه لي، لان معظم الوقت كان علي جبر بيعمل كده. محمد حمدي دفاعيا كويس جدا، ولكن في الجانب الهجومي انا افتقدت جدا فتوح، فعشان كده برضو اديته 6. يعني فتوح لو موجود في المكان ده هيتحرك بشكل افضل بكتير، وهيعمل نشاط اكتر من كده بكتير هجوميا، وكان هيزعج الفرقه دي بكتير، لان هي في الشوط الاولاني كانت بتلعب على الشمال، في الشوط الثاني راحت ساحبه بقى دي بروين بعد ما مع طارق قال له عمو طارق حامد بيضربني كتير لما بينزل معايا وبيقفل عليا، فطلعه ونزل مارتينيز، ونزل بعد كده تيليمانيز وتيليمانسي، ونزل كمان مونيه، فحاول يبتدي يهجم من الطرف ده، فهو كان دفاعيا كويس عليه. ولكن في الجانب الهجومي انا ما حسيتش بيه لا في الشوط الاولاني ولا في الشوط الثاني، رغم ان كانت جبهته نايمه خالص وما كانش عليها ضغط، كان تريزيجيه هو اللي شايل كل القصه عنه. فحمدي 6. طارق حامد 8 بصراحه، لا مجهود كبير جدا، بس طارق حامد 75 دقيقه حلو، اكتر من كده اخر 15 دقيقه، وده عشان كده اللي انا بتكلم فيهم في الدقيقتين ان هو بيبقى فيه ضرب زياده بسبب التعب وبسبب الارهاق، فلازم نفكر في التبديله ان تكون. طبعا انا عارف ان حمدي فتحي كان عنده مشكله او اصابه بسيطه او حس بشد في العضله، فحمدي فتحي وجوده في المكان دوت مع طارق حامد هيسد، بس طارق حامد النهارده ممتاز بصراحه، تسقيفه يعني هو ليه وهو اكرم توفيق الاثنين بالذات. انني 7 محمود حماده 7، لان برضو محمود حماده في بعض الاحيان كان بيبطئ الكوره قوي رغم ان هو المفروض يكون بيسرعها، ووجهه نظري لو في حد موجود مكان محمود حماده افضل رقم 8 هيكون افضل من كده بكتير، بس بصراحه يعني انا شايف ان الموضوع مش هيجيب اكتر من كده يعني اتمنى السوليه يكون موجود، هيلم القصه دي كتير قوي. تريزيجيه 9 طبعا، يعني من غير ما نتكلم خالص 9، ورغم ان هي يعني 8 ونص برضو، بس ايه علشان جات له كذا كوره كانت ممكن يخلصها ويخلص الماتش من بدري قوي. مصطفى محمد 9 ونص. مصطفى محمد جات له فرصه واحده جابها جون، وايه ومش فرصه واحده، ده هو اللي عمل الفرصه دي. فبعض الاحيان احنا ما بنلعبش على مصطفى محمد، لازم نبتدي نفكر ان احنا نلعب له الكوره اكتر شويه. ولكن بصراحه تريزيجيه كان متالق، لان هو اللي كان بياخد دايما المدافع البطيء ومحدش كان بيلحقه، فبصراحه تريزيجيه كان اذكى شويه في التحرك من مصطفى محمد. ولكن مصطفى محمد الكوره اللي جابها، التعامل مع الكوره كان بالنسبه لي مبهر يا مصطفى. 9 ونص يا ابني. صلاح 8 علشان كمل الاسيستات اللي عملها النهارده، من ضمنها الاسيست بتاع تريزيجيه، بس عمل لتريزيجيه كذا كوره تانية. صلاح ما بيلعبش على الدور الهجومي بتاعه، لا ده بالعكس، ده بيروح من الطرف ده للطرف ده وبيلعب اكتر كبلاي ميكر زي ما بيلعب مع ليفربول. فانا شايف ان دي حاجه كويسه بالنسبه للفرقه كلها، ان خلاص فكره الخطر الوحيد اللي هو بقى صلاح ابتدى الموضوع يتغير، بقى عندك مصطفى بيسجل وعندك تريزيجيه بيسجلوا من انماط مختلفه، فده هيخلي المدربين اللي بتلعب قصادك تفكر تفكير مختلف جدا، وممكن بالعكس في بعض الاحيان تسيب صلاح ويكون ده مفيد لينا احنا. بعيدا عن التبديلات اللي كلها من وجهه نظري لم تختبر، ولكن زيزو انا اديته بصراحه 7، لان بصراحه زيزو نشط الدنيا شويه اكتر، فانا على ما اعتقد يعني 7 تمام. وانا وجهه نظرك بقى انت تكتبها لي تحت في الكومنتات، ويا ريت تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده. اللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها، فعل الجرس عشان يجيلك النوتيفيكيشنز بتاعتنا. اشوفك الحلقه الجايه، السلام عليكم.